مساء الخير أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم في تقرير جديد نناقش فيه مستجداً أثار اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد رسالة لافتة نشرتها الإعلامية اليمنية مايا العبسي وتسببت في موجة من التساؤلات بين المتابعين. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا دعمنا عبر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد من أخبار المسلسلات والبرامج الرمضانية اليمنية. في رسالتها أوضحت مايا العبسي أسباب غيابها خلال الفترة الماضية، وتطرقت إلى توقف برنامجها المعروف طائر السعيدة، مؤكدة أن هذا التوقف كان نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله حول ارتباط الأمر بحالتها الصحية. وأشارت مايا إلى أنها كانت على أتم الاستعداد للتصوير ومتواجدة في الميدان، إلا أن معوقات حالت دون استمرارية البرنامج، مضيفة أنها آثرت توضيح الحقيقة احتراما لجمهورها الذي وصفته بأنه أكثر من مجرد مشاهدين بل عائلة واحدة. الجزء الأكثر إثارة في رسالتها جاء في ختام حديثها حين قالت: يمكن أكون الضائعة في رمضان على قناة المهرية الفضائية، وهو تصريح فتح باب التأويل على مصراعيه. هل كانت تشير إلى مشاركتها في مسلسل الضائعة، أم أن الحديث يحمل تلميحاً لظهور مختلف ضمن خريطة برامج وأعمال رمضان على قناة المهرية؟ حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي يوضح طبيعة هذا الظهور المحتمل، غير أن الصيغة التي استخدمتها مايا بدت محسوبة وذكية، وأبقت الجمهور في حالة ترقب لما قد تكشفه الأيام المقبلة. بين الغياب والعودة وبين التلميح والتأكيد يظل السؤال مطروحاً: هل نشاهد مايا العبسي في مسلسل الضائعة خلال رمضان القادم، أم أن المفاجأة ستكون مختلفة تماماً؟ نترك لكم مساحة إبداء الرأي في التعليقات، ونلتقي بكم في تقارير قادمة بإذن الله.